وينضم إلي في الاستوديو من جديد أحمد إسماعيل، منسق حملة تمرد في فرنسا. أهلا بك سيد إسماعيل. ما هي هذه الخارطة المستقبلية التي لوح بها الجيش المصري؟ الخريطة المستقبلية اللي لوح بها الجيش، هو كان عنده استفادة من تجربة في السلطة على مر عام ونصف مضوا. فأكيد مش هيفكر في إن هو يسعى إلى السلطة. هو دلوقتي هيفكر في حماية الشعب والجماهير، وبناء عليه في حملة وقع عليها أكثر من 22 مليون مصري. مطالبها معروفة محددة، أولها رحيل محمد مرسي، وتاني حاجة الدعوة للانتخابات. أعلنوا في المؤتمر بتاعهم أول أمس حملة تمرد. المطلب الثاني الدعوة لانتخابات رئاسية تحت إشراف حكومة تكنوقراط. المطلب الثالث بيقول إن اللي يشرف على المرحلة الانتقالية في الفترة بعد رحيل مرسي خلال الساعات المقبلة رئيس المحكمة الدستورية بصلاحيات محددة. طيب، قيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي دعا أنصار التيار الإسلامي للخروج دفاعا عن الشرعية والشريعة. ماذا ستفعلون إذا خرجوا إلى الشارع؟ والله الإخوان بأساليبهم يعني اللي بتدل على الطائفية والحاجات اللي هم بيعملوها ديت غريبة علينا. ما علينا، الكرة دلوقتي في ملعب الإخوان المسلمين، وبنوجه لهم إما خروج ناعم وهادئ وتسليم للسلطة كده بأسلوب سلمي، وإما الجيش والشعب والشرطة وكل مؤسسات الدولة هتكون طيب، لكن هم في مواجهة. يقولون. ثانية واحدة هوضحها لك. في حالة الخروج الناعم هيكون للإخوان المسلمين تواجد ومشاركة سياسية بتقنين، بعد ما يكون في تقنين لهم ككيان أو كحزب موجود على الأرض، خالي تماما من الخطاب الديني، خالي تماما من الخطاب العنصري أو الطائفي، ويشاركوا معانا من الذي سياسيا سيتولى هذا التقنين؟ الدستور. هنعمل دستور جديد. الدستور اللي هم عاملينه ده لا يصلح دستور مدرسة. يعني الازمات كلها بسبب الدستور. وهو وعد ان كان يعني من ضمن، يعني مرسي عمل حاجات زي ما هم بيتكلموا بالدين. ايات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف. مرسي عمل الثلاثه دول في خلال السنه اللي فاتت. واول وعوده في برنامجه الانتخابي تشكيل لجنه تاسيسيه لوضع الدستور تمثل طوائف الشعب المصري. طيب، كان واضح ان هو حقر عليه وعمل دستور ما بيمثلش كل طوائف الشعب المصري. كيف كان سيكون أداء الرئيس مرضيا بالنسبة لكم خلال عام؟ كان يلتزم بعهوده العهود والاتفاقيات اللي اتفق بها مع كل القوى، وكان يكون رئيس لكل المصريين مش رئيس لجماعة الإخوان المسلمين. في النهاية عايز أقول حاجة بس: مرسي زي ما الشعب بالنيابة عن الشعب المصري، وهو ده سلاحه، إن أقول له مرسي ارحل، مرسي ارحل في سلام، وسلم السلطة بشكل هادئ وناعم. شكرا لك أحمد إسماعيل، منسق حملة تمرد في فرنسا.